متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. ودع المنتخب التونسي منافسة بطولة كأس العالم 2018 وفقد فرصة التأهل لدور 16 بعد تلقيه هزيمة ثقيلة على يد بلجيكا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين على ملعب أتكريت أرينا في ثاني جولات المجموعة السابعة بالمونديال الذي تستضيفه روسيا. وسجل خماسية بلجيكا الثنائي إيدن هازارد في الدقيقتين 6 من ضربة جزاء و51، وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 16 و48، بينما البديل ميشي باتشواي في الدقيقة 90. وأحرز ثنائية تونس المدافع ديلان برون في الدقيقة 18 ووهب الخزري في الدقيقة 93. وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين لمنتخب بلاده في مرمى نظيره التونسي، ليتساوى صاحب ال4 أهداف حتى الآن في البطولة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية للمونديال، ليشتد الصراع على جائزة الحذاء الذهبي. ويعد مهاجم الشياطين الحمر هو أول لاعب بلجيكي في التاريخ يسجل 4 أهداف في بطولة واحدة. وذكرت شبكة ESPN العالمية أن لوكاكو أصبح الهداف التاريخي لبلجيكا برصيد 37 هدفا بعدما سجل ثنائية في تونس. وأشارت الشبكة إلى أن لوكاكو تساوى مع مارك فليموتس كأكثر لاعب بلجيكي تسجيلا للأهداف في كأس العالم برصيد 5 أهداف. وأوضحت شبكة BBC أن لوكاكو في عمر 25 عاما و41 يوما تمكن من تسجيل 40 هدفا خلال 71 مباراة دولية مع منتخب بلاده بلجيكا. وأضافت الشبكة أن لوكاكو تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي واين روني عندما كان ثلاثي في مثل عمر لوكاكو مع منتخباتهم. وأحرز ميسي 26 هدفا في 70 مباراة دولية، بينما سجل رونالدو 22 هدفا في 69 مباراة، وكان لروني 26 هدفا في 68 مباراة. بينما قال موقع سوكواكا إن لاعب تشيلسي السابق سجل 7 أهداف في البطولات الكبرى، أكثر من أي لاعب بلجيكي آخر، بوقع هدف في مونديال 2014 وهدفان في يورو 2016 و4 أهداف في المونديال الجاري. وقالت شبكة ESPN إن بلجيكا حافظت على سلسلة لا هزيمة ل21 مباراة كثاني أطول سلسلة للشياطين الحمر بعد سحق تونس. ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على بنما ب3 أهداف نظيفة ونصور قرطاج بخماسية. وحصل إيدن هازارد نجم المنتخب البلجيكي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره التونسي، ونال هازارد الجائزة بعد تسجيله هدفين في مرمى نصور قرطاج. وسجل هازارد الهدف الأول لمنتخب بلاده، وجاء الهدف في الدقيقة 6 من عمر المباراة عن طريق احتساب ركلة جزاء غير صحيحة بعد التحام مدافع نصور قرطاج مع هازارد خارج المنطقة. واعترض لاعبو المنتخب التونسي على احتسابها، إلا أن الحكم رفض اللجوء لتقنية الفيديو. وتعد هذه المرة الثانية التي يتجاهل فيها حكم المباراة اللجوء لتقنية الفيديو بعد حالة لمس اليد على البرتغالي بيبي في مباراته أمام المنتخب المغربي، في حين يعد المنتخب المصري الفريق العربي الوحيد الذي استفاد من هذه التقنية حتى الآن بالبطولة بعدما أنصفته باحتساب ركلة جزاء أمام روسيا. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن منتخب بلجيكا تمكن من تسجيل 5 أهداف في مباراة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بمنافسات المونديال، بينما أحرز وهب الخزري نجم المنتخب التونسي هدفا في مرمى نظيره البلجيكي. وجاء القدر كمكافأة للخزري بعد أن عاد من منطقة الهجوم ليحصل على الكرة من داخل مرمى فريقه بعدما تمكن الإحباط من لاعبي المنتخب التونسي بعد إحراز باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا. عزيزي متابع قناة عرب جول، برأيك هل استحقت تونس الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة؟ شاركنا برأيك.